إذا من هنا من على محاور الجبين وتل ملح معنا القائد العسكري أبو جعفر. حياك الله يا أبو جعفر. حياك الله أخوي عبد الباسط الساروت. الله يحفظك. أبو جعفر، الآن المجاهدين من كافة الفصائل العسكرية يبدأون عمل عسكري، كيف الأمور بعد التمهيد والحمد لله في تقدم؟ طبعا الله يتقبل طاعتكم وعيد مبارك لأهالينا بكل الشعب المحرر اللي اليوم ننتقم لهم، وان شاء الله باذن الله نكون نحن درع لهم درع متين، نحن وكل الثوار وكل واحد شايل سلاح حتى يكون ابن هاي القضيه ابن الثوره. المعنويات عاليه ان شاء الله. المراحل القادمه هي نقل المعركه من ارضنا لارض العدو ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نغزوهم ولا يغزونا باذن الله. ما شاء الله اليوم الفصائل متوحده يا ابو جعفر، الحمد لله فضل رب العالمين. يا ابو عمر، اذا ما يتوحدون على هاي الدماء والاطفال اللي عم تقتل هذا يكون خيانه، فهذا التوحد فضل من الله عز وجل، لازم نحن نستغله ونستغل هذا الظلم وهذا التمرد علينا حتى نحن نتقدم ابعد مسافات نقدر ونستمر بقضيتنا ونرجع لاراضينا فاتحين من دير الزور لحمص لدرعا على كل مكان. هذا كلام ما له معنويات، هذا تصميم واراده على دماء اخواننا واطفالنا ونسائنا اللي عم تقتل بالعيد وبرمضان وقبل العيد، وهاي المجازر للطيران الروسي. ان شاء الله باذن الله سينكسر الطيران الروسي بمعقل ادلب، وستتمدد هذه الثوره وتعود حره ابيه كامله باذن الله. باذن الله. جزاك حياك الله يا ابو جعفر. حياك الله. اذا نحن الان على محاور الاشتباك في الحماميات وتل ملح والجبين، تقدم للمجاهدين على هذه المحاور، اكثر من الدعاء للمجاهدين، نسال الله الثبات والتمكين.